السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض مشكلة ال IVMS 4200. إن هو دلوقتي كل الناس عندها لما بتيجي تشغل الكاميرات أونلاين عن طريق ال IVMS بيفصل معاها بعد 5 دقايق وبتحتاج تشغله تاني. فتعالوا مع بعض هنشوف هنحلها ازاي عن طريق الهيك كونكت. ولو مش عامل اشتراك في القناة اعمل اشتراك في القناة وتابع معايا بقى هنحلها ازاي. أول حاجة بتفتح الموقع بتاع هيك كونكت هيك دوت كوم، وبعدين بيطلب منك تسجيل دخول. طبعا بتسجل دخول بالاكونت بتاعك اذا كان مسجل برقم موبايل او بالميل، وبتعمل لوج ان. تمام، عادي خالص كانك بتعمل لوج ان على الموبايل. اول ما بيفتح معاك الصفحه دي تقول لك كرييت تيم، صفحه فيها كرييت تيم فور مور فيتشر. بتعمل كرييت تيم. تمام، بتسمي التيم بتاعك، تشوف الاسم اللي انت عايز تسميه، مش هيفرق كتير. تمام، وبتختار هنا التايب بتاع المكان عندك، ستور او اوفيس او فاكتوري، فاحنا هنخليه اوفيس. تمام، وبنيجي تحت خالص هنا، بنيجي هنا نعلم على فيديو مانجمنت، عشان ده احنا هنضيف كاميرات عشان يعرض معانا صورة، فلازم نعلم على فيديو مانجمنت. تمام، بيقول لك هنا فريتشن بتقدر تشغل لحد 32 كاميرا في التيم الواحد. تنزل تحت هنا تدوس على اجري، وبعدين بتعمل كرييت. تمام، هو كده هيعمل التيم بتاعنا. ظهر معانا التيم بالشكل ده. فاحنا عايزين نضيف بقى الجهاز بتاعنا عشان نقدر نعرضه من على الجهاز وما يفصلش معانا. هنيجي هنا هنعمل ديفايس، هندوس على كلمة ديفايس اللي فوق دي. تمام، وهنيجي هنا فتح معانا الصفحة دي، هتلاقي كلمة اد ديفايس، هندوس عليها. وعلى الشمال هنا عندك كذا طريقة تضيف بها الجهاز بتاعك، بس الطريقة اللي احنا محتاجينها دلوقتي اللي هي import from personal device، يعني هتضيف الحاجات اللي موجودة عندك على الهيب كونكت اللي انت عايز تعرضها، وما تعرضها عندك على شاشة كمبيوتر او ايا كان، على جهاز كمبيوتر او لابتوب او ايا كان. هيظهر عندك دي الكاميرا، انا عندي كاميرا واحدة نضيفها على السوفت وير ده. تمام، فهنقدر هنعلم عليها وهنعمل import. تمام، هنا بيقول لي edit، هنا جاب لي اخضر فوق device import completed success 1 وفيلد 0، وهنا قال لي edit ان هي انضافت يعني. فلو عندي حاجة تانية عايز اضيفها بعمل import more او بعمل close. تمام، هنا الجهاز بتاعك ظهر عندي اهو، الجهاز بتاعنا ظهر. تمام، هنا ممكن اعمل له configuration للكاميرا انا عايزها. تمام، عايز اعمل ريفرش. هنا لو انت ضايف MVR هيظهر عندك ريسورس انفورميشن ان هو مثلا 32 16 ايا كان العدد. هنا عندك ظهر ان الكاميرا اونلاين. وعندك هنا لو عايز تسجل لوكال بتدوس على دي وبتعمل كونفيجريشن وهيسجل على الجهاز، بس احنا مش عايزين نعمل ده. خلينا نكمل. طب دلوقتي انا انضافت عندي، انا عايز اشوف بقى الكاميرا بتاعتي، اشوفها ازاي؟ بكل بساطة هتيجي فوق على كلمة فيديو كده. تمام، عندك فاست فيو، هيظهر معاك الكاميرا بتاعتك زي ما احنا شايفين كده بتحمل. هحط الانكريبتد بتاعنا، الانكريبشن كود 1 2 3 4. ماشي، وندوس اوكي. لو دوست عليها كده هنلاقي الكاميرا شغالة معانا. لايف فيو فيلد. طيب هي كده الكاميرا عندي فيها مشكلة مش هتشتغل. طب هندوس عشان تعرضها بقى أكتر من كاميرا في نفس المكان، تظهر معاك بالشكل ده. يعني من فاست فيو. تمام، وهندوس على باتش لايف فيو، هتظهر معاك الكاميرا على طول بالشكل ده. تمام، وعندك طبعا انت لو عندك اكتر من كاميرا تقدر تقسم الصورة من هنا، عايزها 4
او 16 32 على حسب ما انت عايز. تمام. ولو عملت فول سكرين كده هتلاقي كل الكاميرات شغالة معاك ومش هتفصل. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ولو محتاج تعرف معلومات أكتر أو في حاجة محتاج تسألها سيب لي تعليق، وأنا إن شاء الله هرد عليك فيه.